السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد مقدمة طويلة وأهلا وسهلا ومرحبا بالكابتن إمام عاشور واللي احنا كنا مستنيينها. فاتكلموا يعني الملخص بتاع اللقاء اللي هو الساعتين، الناس نامت في نص اللقاء. إمام اتكلم على من أول المكالمة. تتكلم على الانتقال لنادي ميتلاند. اتكلم عن انتقاله لنادي ميتلاند. قال أنا وجدت عقود انتقال لنادي ميتلاند جاهزة في الزمالك، وطلب مني عمل لقاء تلفزيوني شهير بشأن رحيلي من فين؟ من النادي. تمام. حلو كده. حلو. النادي لما راح انتقل لنادي ميتلاند، ما عرفش يتأقلم في الدنمارك. الأجواء هناك صعبة ولعب أي نعم، هو عمل ماتشين حلوين كده وجاب له هدف واحتفلوا زي الفل، بس مش جت الإصابة كمان كملتها. وقال لك إيه؟ قال لك لا أنا خلاص أنا هرجع النادي بتاعي. رجع النادي بتاعك؟ انا هرجع النادي بتاعي، نادي الزمالك، واتصل بالمسؤولين عشان يرجعوني. يا جدعان، يا جدعان انا عايز ارجع. طيب ماشي، رجعوه، هاتوه. الو، انا عايز ارجع. يا جدعان انا اتصلت وعايز ارجع من نادي ميتلاند بصراحه، والجو هناك مش عاجبني، وخلاص انا قررت الرجوع للنادي بتاعي. تمام، اللي هو الاساس، لان انا مشيت من الزمالك عايز ارجع للزمالك تاني، مش مشكله. الو يا كابتن امام، والله حضرتك ما فيش فلوس في النادي. طب ادفع انت ال 2 مليون يورو المستحقات بتاعت النادي بتاعك ميتلاند، وتعالوا بعد كده نتحاسب. لا، ازاي يعني؟ انا عايز ارجع النادي تقول لي انا ادفع الفلوس؟ ما علينا. الفقرة الثالثة كان بعد ما هو رن على المسؤولين هناك ومحدش رد عليه ولا حد عبره طبعا، خدته الحيرة وجاله اتصال. هنا بقى جه مين؟ عرض النادي الاهلي، اللي هو ما حدش اي لاعب غير اللعيب اللي هي ما بتحبش الاهلي ما يرفضوش. قال لك ما فيش لاعب في الدنيا يقدر يرفض الاهلي، دي معروفه يعني. ما يعني امام عاشور اتصل بيه كابتن امير توفيق. امام عاشور طبعا اتفاجئ، قال لك امير توفيق؟ ده بعد كده اول مكالمه امير توفيق ما فتحش معاه موضوع العروض والكلام ده، لا، اطمن على صحته، عامل ايه، اخبارك ايه، تمام، مش عارف ايه. بعد كده ايه المكالمه التانية؟ قدم له العرض الرسمي مين؟ من النادي الاهلي. امام عاشور ما وافق، وما فكرش ولا بص في التوقيع، ما بصش في العقد مكتوب فيه اصلا، هو مضى على بياض. قال لك اهو انا اروح النادي الاهلي، وحد يطول يروح النادي الاهلي الا طبعا ماشي. كابتن شبير سأله السؤال اللي هو محير الناس اللي هي شغلة بالها، وكوبري ومش كوبري. قال لك طيب هو انتقالك لنادي ميتلاند كان كوبري للنادي الاهلي؟ قالوا لا والله يا كابتن ما كانش كوبري، واللي حصل ان انا اتصلت بالمسؤولين، ولو مكدبين الراجل ده او عايزين تكدبوه اطلب من المسؤولين بتوعك ان هم يطلعوا. يا امام انت كذاب، انت كذاب، ما تنفعش، احنا ما حصلش مننا كده، احنا اتصلنا بيك وقلنا لك ارجع الزمالك. حد يطلع يكذب الكلام ده؟ وفي حته بقى، الحته المهمه بتاعت الكابتن محمود الخطيب دي، لما اتكلم فيها امام قال لك كابتن محمود الخطيب ما كملش معايا دقيقتين وبيقول لي خلي بالك، ركز في شغلك، تمام، ومش عايزك تخسر جمهورك، مش عايزك تخسر ايه؟ جمهور الزمالك. في ناس طلعت اتريقت على انا تابعت بعد الحلقه طبعا التعليقات، بسم الله ما شاء الله، وقال لك لا هو خسرنا، واللي قال احنا كده كده مش عايزينه. اه حتى لو ما اتصلش احنا ما كده كده مش عايزين اصلا يرجع تاني بعدين. المشكله ان اللاعب اعترف لك ان هو كان عايز يرجع النادي بتاعك، المفروض انت تبقى معاه مش تبقى ضده. خلي بالك جمهور الزمالك منقسم قسمين، في قسم مع اللي مع امام، وفي قسم مش مع امام، ان ما بيحبش اللاعب ده. في ناس طبعا بتاعت شيكابالا لما كان دونجا بيضرب في امام في ماتش السوبر وامام اعترف انه ما عملوش حاجه واحنا علاقتنا كويسه مع بعض ومفيش مشاكل. اشتكى لشيكابالا، اشتكى لشيكابالا، قال له دونجا اللي بيعمله ده غلط،
مش حلو. طبعا الناس قال لك لا ده يستاهل، ودونجا ده حراق، دونجا مش عارف ايه، دونجا دونجا والدنيا هاصت والحاج يالا ارحمونا بقى. وهي دي الزتونة بتاعت الموضوع، الملخص. يا ريت الناس اللي، السلام عليكم.